ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين وكل رمضان وانتم بخير. الموسم الرمضاني ابتدى، والموسم السنة دي فيه مسلسلات كتير جدا. يا ترى هنتكلم عن مسلسل ايه النهاردة؟ يلا بينا نشوف هنتكلم عن مسلسل ايه النهاردة. لازم نروح لطنط سوسو قبل ما ناكل البلوزة. المسلسل اللي هنتكلم عنه النهاردة مسلسل ألف حمد لله على السلامة. مسلسل ألف حمد لله على السلامة من أهم الأعمال اللي بينتظرها المشاهدين كل عام في رمضان. المسلسل اللي بتقدمه يسرى، وطبيعة الموضوع اللي هتتناوله السنة دي. وفي قائمة مسلسلات رمضان 2023 بيأتي مسلسلها ألف حمد لله على السلامة عشان يركز على التغييرات اللي طرأت على المجتمع المصري، وبتلحظها منى السويسي اللي بتعود إلى مصر مع أبنائها بعد سنوات طويلة من الغربة عقب وفاة زوجها، وبتدور أحداثه في قالب اجتماعي كوميدي. بيشارك في بطولة المسلسل شيماء سيف وأدهم الشرقاوي وميان السيد. المسلسل من تأليف محمد ذو الفقار ومن إخراج عمرو صلاح، وهيكون ضمن المسلسلات اللي هتنافس في الموسم الرمضاني 2023. وبكده يا شباب نبقى وصلنا لنهاية حلقتنا. لو عجبك الفيديو دوس لايك وسبسكرايب وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد من قناة ترند. كان معاكم أحمد محمود، قناة ترند. كل سنة وانتم طيبين وكل رمضان وانتم بخير.